من اصعب الاشياء على الواحد ان هو يحس ان هو مضطر يعمل حاجه او انه مفروض عليه يعمل حاجه. حتى الفروض الدينيه مش سهل ان الواحد يعملها، والفروض الاجتماعيه مش سهل ان الواحد يعملها، وانه الواحد لازم مثلا يصرف على اولاده مش دايما بيكون سعيد بكده، او انه مثلا ضروري يعمل. يعني عموما الغريزه الانسانيه بتبقى منع الواحد ان هو يعترف انه مضطر يعمل كده، وبالتالي الغريزه الانسانيه بتبقى منع الواحد ان هو يعترف انه غلطان انه ما عملش كده. في غريزه كده جوانا يعني فرعونيه شويه، بس دي غريزه انسانيه اسمها الربوبيه. انا اتكلمت قبل كده عنها في فيديو، بس هي فرعونيه شويه. يعني ايه فرعونيه؟ يعني مش فير، يعني هي غريزه مش صح بالمناسبه. يعني فاحنا اننا نبقى طول الوقت نقدر نطلع نفسنا بره دايرتنا وبره دايره حياتنا وبره دايره معارفنا وقرايبنا وازواجنا وزوجاتنا، ونقدر نحكم صح على الامور، دي حاجه مش سهله ابدا. انا الفيديو ده بعمله ليه؟ علشان يا جماعه نتمرن على ده، وده لمصلحتنا جدا. يعني من اهم اسباب الخلافات الزوجيه او الشقاق الزوجي اللي احيانا بيؤدي الى انه الناس بتبعد عن بعض لا سمح الله، هو انه الواحد يعني اما يجي الطرف الاخر يقول له انت مقصر في كذا وكذا وكذا، بيعمل غلطه من الثلاثه. اول حاجه بيقول لا طبعا انا مش كده، فده الانكار من اصله. الغلطه الثانيه ان هو يعزف كده بنفسه ويمشي، وبالتالي يبقى يحسس الطرف الاخر ان هو مش فارق له، او يقول له والله ده رايك مش قصتي. او الغلطه الثالثه بقى والاشهر ان هو قلب الترابيزه، اللي هو كده وان كان عاجبك والحياه كده وعشتي كده ومش هتغير. طبعا دي كارثه. عارفين ليه كارثه؟ لانها بتقفل باب الامل. يعني لما مراتك تيجي تقول لك حاجه او لما جوزك يجي يفتحك في حاجه، يبقى هو عايز يفتح باب، عايز يرتاح، عايز يبقى فيه اخد ورد، عايز يبقى فيه لا طبعا انا الاثنين حاضر، عايز يبقى فيه امل لحياه افضل، عايز يخش من باب لمكان اوسع. لكن احنا لما بنقول هو كده والرد الفعل الفظيع ده، بنعمل مؤامره على حياتنا، مؤامره على الطرف الاخر، مؤامره على سعادتنا.